السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الساعة 6 صباحا. مفيش أحلى من بداية يوم هادية كده ونضيف. يلا نفتح بقى التلفزيون، نفتح الشاشة على إذاعة القرآن، ونفتح سورة كده تجيب لنا الهدوء والسكينة لنفسنا كده. نقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ونفتح كده الشباك. صباح الخير عليكم جميعا. ونخلي النور كده يدخل، يمكن اليوم يبقى أخف شوية. بداية يوم هادية كده. بحب اول لحظه من اليوم لما النور يدخل الشقه كده، بحس كأن طاقه جديده دخلت معاه. حتى لو اليوم زحمه، اللحظه دي بتفرق كتير قوي. اول حاجه بقى هنضف الغرفه ديت، هنضف ديت اوضه الركنه، هنضفها الاول كده. ساعه ما بتنضف بحس ان الشقه نضفت، هي والمطبخ. بصراحه مفيش احسن من ريحه النظافه الصبح كده. حتى لو مش عندك طاقه، ابدأ بحاجه صغيره كده، هو هتكبر واحده واحده. اول ما تبدأ بالركنه هتشد المطبخ، هتشد الصاله، هتلاقي جبت الشقه. فتبدأ بحاجه بسيطه كده تجيب كل اللي وراها. بعد كل ده بقى باخد كده استراحة صغيرة كده، راح اعمل شوية شاي مع سندوتش افطر، وبعدين بقى ببدأ يومي. لحظة هدوء كده قبل ما نكمل باقي اليوم. ويلا بقى على الجزء اللي بحبه النهاردة. هنعمل النهاردة طاجن مكرونة في الفرن. طبعا بقى غلبت كل يوم وهناكل ايه، ببقى محضراها الفكرة قبلها بيوم، علشان صبح الصبح مفكرش انا هعمل كده النهاردة. اليوم اللي مش ببقى محضرة انا هاي ما هطبخ الصبح بنقضيه، فعشان كده ببقى محضرة عشان ما اعمل لقمة حلوة. طبعا هي الركنة نضفت والحمد لله، ودي اسهل غرفة في الشقة كلها. وندخل على المطبخ. صباح الخير. هعمل النهاردة الغدا بتاعنا. هعمل طواجن مكرونة. دي طريقة سهلة خالص، والبيت كله بيحب الأكلة دي. أنا عندي صدرين في الفريزر كده، طلعت الصدرين دول قطعتهم كويس جدا كده، شرايح صغيرة خالص، يعني قطع صغيرة كده. ما رضيتش احطها في الكبة بقى وافرمها، ما بتبقاش حلوة وهي مفرومة، تبقى قطع كده عاملة زي الشاورما. حتى لو فات طبق شاورما ولا حاجة بنتعشى بيه ودمته. طبعا جبت هنا الشاورما، قطعتها قطع زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها طبعا في الطاسة، مش هشرح لكم انتوا عارفين. والبهارات بقى والبصل والفلفل. طبعا كل واحد له طريقة في الطبخ، كلنا بنختلف بس بيطلع نفس الطعم يعني. عارفين ساعات أبسط الحاجات اللي بنعملها في يومنا، زي الطبخ أو ترتيب البيت، بتكون هي أكتر الحاجات اللي بتريحنا. يمكن لأننا بنبقى لوحدنا شوية بنفكر وبنهدي كده وبنرجع لنفسنا تاني. بس أنا بحس إن المطبخ ده مش بس مكان إن احنا بنطبخ فيه، أنا مكان بفصل فيه عن الدنيا شوية. بطبخ بنسى أي حاجة بره. حتى لو عندك مشاكل أو ضغط، أول ما تمسكي حاجة تعمليها بإيدك بتحس براحة غريبة. وخلينا نبقى صريحين كده، مش كل يوم بيبقى عندنا طاقة يعني. في ايام بنبقى مش عايزين نعمل اي حاجة خالص. بس حتى في الايام دي حاولي تعملي حاجة بسيطة، حتى لو طبق صغير او ترتيب اي اوضة صغير خفيف كده، ترتيب خفيف. هتحس ان انت عملت انجاز. ما تستقليش بنفسك ابدا. ادارة البيت مش حاجة سهلة، الشغلانة كبيرة قوي ومحتاجة صبر وطاقة. وكل ست بتتعب علشان بيتها بجد. ست كويسة جدا حتى لو محدش قالها كده. خلي بالك من نفسك وسط كل ده برضه. مش بس البيت هو اللي بيبقى نظيف ومرتب، لا، انت كمان محتاجة راحة واهتمام. يعني اعملي لنفسك كده لحظة هدوء، حتى لو 5 دقايق بس هتفرق معاك. يعني انا مثلا بقف على الحوض اغسل مواعين، ساعات بحس ان ما عدتش قادرة خلاص، اقوم رايحة داخل قاعدة في الانتريه شوية، افتح التلفزيون اسمع اي حاجة على التلفزيون، ربع ساعة نص ساعة، وبعدين ارجع تاني كمل بقية المواعين. والمواعين ديت في المطبخ ما شاء الله ما بتخلصش، يعني اي بيت كده. بقوم كل ما اروح المطبخ اعمل حاجه اقوم غاسله طبقين واقوم رايحه قاعده. غسل طبقين وراح اشوف الغسال، غسله طبقين. كل ما ادخل المطبخ لازم اغسل طبقين واطلع، باجي في اخر اليوم ما الاقيش اطباق كتير. فاعتمدت الفكره دي. في الاخر اعملي اللي تقدر عليه، بس ما تضغطيش على نفسك زياده، الدنيا بتمشي واحده واحده. والوقت بقى هنحضر الطواجن عشان ندخلها. بحط طبعا زيت في في القاع بتاع الطاجن علشان ما تلزقش وانت بتقلبيه. واضيف بقى الشاورما تحت، وهضيف المكرونه. انا سلقت المكرونه نص سلقة، لان لو حطيتها بقى اكتر الاوقات مستعجلة بحط المكرونة زي ما هي من غير سليق، بس بتاخد وقت في الفرن للامانة يعني. فبسلقها نص سلقة كده علشان متاخدش وقت. وبحط عليها الصلصة اللي انا محضراها والورق السلوفان، وبتحطها بقى ايه، ما تحطهاش مباشر على الصاجة بتاعة الفرن، هتطلع لازقة ومش هتيجي تقلب الطاجن مش هيبقى لازق من تحت.
فحطيه في صينيه، حط الطاجن على صينيه، حطيه على الصاجه في قلب الفرن. يعني ما تحطيش الطاجن مباشر على الصاجه بتاعه الفرن، حطيه في صينيه والصينيه على الصاجه في قلب الفرن. صدقيني كده هيطلع معاكي، مش لازم ما تيجي تقلبيه هيطلع مش لازم معاكي. بصراحه بقى باللحظه دي بقى ايه الريحه بقى وهي طالعه من الفرن بتبقى ايه جامده. دي كانت اكله النهارده بقى يا جماعه. لو عندك افكار اكلات تانية قولوا في الكومنتات، لان كل يوم بقى محتار اعمل ايه بجد. وكل يوم طبعا عايزين اكل. يا ماما النهارده في ايه؟ لو عملنا مقضيينها النهارده، انت عارفه اليوم اللي ببقى مقضياه بستهلك كميه مواعين. لكن لما اكون عارفه ان طبخه ايه الطاجن اقلبه اتفضل وخلاص على كده. لكن اليوم اللي بقى ده بسم الله ما شاء الله شفتوا بقى، او اتقلب ماسك نفسه وتمام التمام. والريحه بقى ما اقولكوش عليها. بعمله كده بالسكينه داير ما يدور عشان لما ينزل على طول. الحركه دي برضو تكات بسيطه بس بتفرق. شكله حلو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وحسسكم بطاقه حلوه كده. ولو حابين فيديوهات روتين اكتر ووصفات سهله وسريعه اعملوا لايك واشتراك عشان نكمل سوا الرحله دي. ونشوفكم في فيديو جديد احلى واحلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.